هل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنته من الزنا؟ ذهب الشافعية وهو قول عند المالكية، قال به ابن الماجشون من المالكية، إلى أن ماء الزنا هدر، كأنه غير موجود، يعني مهدر في الشرع، ولذلك قالوا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا. هل ثبت عن الإمام الشافعي أنه يصحح أن يتزوج الأب بابنته من الزنا؟ هذا مروي عن الشافعي نقله عنه عدد من العلماء. لو رجل أخطأ مع امرأة ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج من ابنتها فما الحكم؟ الإمام الشافعي جوز أن يتزوج رجل ابن المرأة التي زنى بها، وقال إن ماء الزنا هدر. زنى بامرأة له أن ينكح ابنته، يتزوج من ابنتها ولا شيء عليها، وينكحها ابنه إن أراد. هل تحل بنت هذه المرأة لهذا الرجل؟ أجاز الشافعي رحمه الله تعالى وغيره لهذا الرجل أن يتزوج بابنة هذه المرأة التي زنى بها في حال التوبة، والله تعالى أعلم. في مذهب الشافعي رضي الله عنه هو يرى أن ماء الزنا لا يحرم، ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك ان هذا الماء غير محرم. يعني ايه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني ايه برضه مش فاهم يا عم الشيخ؟ يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك يتجوزها عادي، دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء، مش بنته، لن تنسب له اصلا. ولما واحد يزني بواحده ويخلف منها بنت تتكتب باسمه، باسم الزاني؟ لا ابدا ابدا، يبقى مش بنت، يبقى يتجوزها. قال لك يتجوزها عادي. هل صحيح ان من زنى بامرأة فولدت بنتا يجوز له ان يتزوج هذه البنت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، رواه البخاري ومسلم. جمهور الفقهاء على أن الزنا لا يثبت به نسب الولد للزاني، بل ينسب إلى أمه بالولادة، وعليه فيجوز للزاني أن يتزوج من البنت التي نتجت من زناه. السؤال: هل